وشيء التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كلاهما بمعنى واحد، هذا من باب عطف المترادفين، لأن كل منهما بمعنى واحد. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، لذلك مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة في ماذا؟ في أمر، وهو بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الأمر، بين المصنف رحمه الله تعالى أمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالتوحيد، وبين الفضل وبين الجزاء، ناسب أن يبين أمرا تنبيها إلى أن معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، أي معنى التوحيد أو التوحيد المطلوب المأمور به هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، حتى لا يظن أن المراد به توحيد ربوبية، بأن المراد بالتوحيد اعتقاد أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر الكون إلا الله، هذا من توحيد الربوبية، وهو مستلزم توحيد ماذا؟ الربوبية الألوهية. فمن وحد الله سبحانه وتعالى بربوبيته واعتقد بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو قطعا يلزم منه أن يعبد هذا الذي بيده كل شيء ويفرده بالعبادة. فالمصنف هنا ناسب لما خص هذه الكلمتين توحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن تنبيها إلى أن معنى التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي بما يوافق لفظها وبيان ما يضادها، يعني أن وشهادة لا إله إلا الله أي بما يوافق لفظها من إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا المعنى، أي نعم، ونفي العبودية ما سواه سبحانه وتعالى، ومعرفة ماذا؟ الضد، لأنه إذا أقررنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى فقطعا لا بد أن نعتقد ضده وذم ضده والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك لأن الشيء يعرف بضده، والضد يعرف بحسنه، الضد وبضدها تتبين الأشياء. فهذا هو معنى الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه أولا قلنا المناسبة، وقلنا بعدها بيان معنى لا إله إلا الله المراد بها اعتقادها كما قد بينا لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله، لذلك المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، وشهادة أن لا إله إلا الله كذلك معرفة ضدها من الشرك والتحذير منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية يتضح من سورة الإسراء، يتضح معناها جليا عندما نقرأ الآية من أولها والآية التي قبلها. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الله تعالى: قل يا محمد ادعوا هؤلاء الذين صرفوا عبادتهم لغيره سبحانه وتعالى، ادعوهم واسألوهم، يعني من اعتقدوا
أن هؤلاء الذين يعني عبدوا أن الآلهة هي ما عبدوها من صرفوا العبادة لغيره سبحانه وتعالى. من عبدتموهم من دون الله أولئك أي هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله كيف تصرفون لهم العبادة وهم يرجون رحمة الله، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والقربة. فهؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله أيا كانوا فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم فقراء إلى الله عز وجل، فكيف تعبدوهم من دون الله؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى مخاطبة للعقل أيهم أقرب، أي الذي يرفع يده إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أم الذي ماذا؟ أم الذي يتعلق بغيره أو يتعلق بمن دونه بمن هو ناقص؟ تتركون كمال عالي لله عز وجل ثم تتعلقون بمن دونه. فهؤلاء المشركين عبدوا غير الله، وهذه الآلهة التي عبد من دون الله ترجو الله وتطلب القربة منه، فمن أقرب؟ هؤلاء الذين عبدتم أم الله؟ فلماذا لا تعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له؟ المراد بالوسيلة هنا القربة، يتقربون إليه سبحانه وتعالى، يتوسل به إلى الله. نعم، يتوسلون بهؤلاء أو يتقربون إليهم أو يتقربون لله سبحانه وتعالى مباشرة من عبدوا من دون الله. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه يستدلون فيها عفوا الصوفية. أيوة طبعا هو الآن رد عليه الوسيلة. لا هذا لا، نعم يستدلون به. الوسيلة المراد بها القربة، والوسيلة سيأتينا في بيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. سيأتينا ذلك على تفصيل التام، لكن هذه الآية ردا عليهم. من عبدتموهم، من صرفتم لهم العبادة، من دعوتهم من دون الله، كمن يدعو النبي أو يدعو الولي أو يدعو العدوي ويدعو فلان، والآلهة التي تعبد من القبور التي يصرفون لها العبادة. الله سبحانه وتعالى يعني هل هم أقرب من الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر؟ هم هؤلاء فقراء إلى الله عز وجل ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إلى الله عز وجل، فكيف تعبدونهم وتصرفونهم عبادة وتجعلهم مصائب وهم محتاجين؟ وتركتم من؟ الله عز وجل. ثم قال وقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كما في سورة الزخرف. يخبر سبحانه أن إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام أعلن البراءة من الشرك حتى من أقرب الناس إليه وهو أبيه، وفيه تحقيق من؟ التوحيد، وأنه لا يتم هنا بيان لمعنى ماذا؟ معنى التوحيد النفي والإثبات، أنه لا يتم التوحيد وتحقيق التوحيد إلا بتحقيق النفي والإثبات، إلا كما حققت التوحيد فتبرأ من الشرك وأهله. لا تقول أنا موحد لكني أجامل هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل، أجلس معهم، لا أتبرأ منهم، أستحي منهم. هذه أمور كلها منتفية، لا خاصة في أمور التوحيد. تقر بالتوحيد فانفي ما دونه حتى تكون موحدا. يقول سبحانه أن إبراهيم عليه السلام عن البراءة من الشرك، وكذلك البراءة من يعبد من دون الله عز وجل، وحتى من أقرب الناس إليه، إذ لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى لا قريب ولا غير ذلك. ثم أفرد الله عز وجل وحده في الهداية والتوفيق، إلا الذي فطرني، قال فطرني وخلقني هو الله سبحانه وتعالى، أي من أوجدني من العدم، هو المستحق للتوحيد والمستحق للعبادة.
في قول الله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني فائدتين. بيان لماذا نقول لماذا خص الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا قال الله عز وجل في هذه الآية إلا الذي فطرني عن إبراهيم، ولم يقل إبراهيم إلا الذي خلقني. فطرني إشارة أن الذي خلقني هو الذي أوجدني من العدم، هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة من دون الله عز وجل، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فطرني لم يقل خلقني، ليس فقط خلقني، بل هو الذي فطرني من نطفة، من أن كنت نطفة وأوجدني من العدم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو القادر. هذا الإشارة الأولى. الإشارة الثانية إشارة لبطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطر ولم تخلق ولم ماذا تفعل شيئا، وإنما عبدت من دون الله عز وجل بسبب نزغات الشيطان وتلبيسه على الناس. فهذه فائدتين من قول الله عز وجل إلا الذي فطرني. الأولى بيان أن الذي، هذا بيان يعني في الفائدة الأولى قد تكون يقول البعض أنها ظاهرة، أن معروف أن من خلقني هو اللي يستحق العبادة، إشارة إلى أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية. من وحد الله عز وجل بربوبيته وأنه هو الخالق يلزم منه بأنه هذه فائدة ثالثة. لا، هي نفسها الأولى. يعني قد يقول قائل يعني الفائدة الأولى قد يعني تقراها أو طالعها تقول إنها معروف أن الذي خلق هو الذي يستحق العبادة، لكن هذه يعني فائدتها ما خصيناها بالذكر إشارة إلى أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية. يلزم بمن يعني اعتقد أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت أن يعبد الله ويفرده بالعبادة، لأنه هو الذي بيده تدبير الأمور. نعم. أن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية. نعم. صح؟ يستلزم منه. يتضمن ويستلزم. نعم. والفائدة الثانية جزاك الله خير. والثانية بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطر ولم تخلق ولم تفعل شيئا. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص باقية في ذريته كلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية طبعا تكملة الآية بسورة التوبة: والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، كما في سورة التوبة. هذه الآية بيان لحال المشركين أنهم عبدوا. هذه سبب نزول الآية هذه. لكن قبل أن نبين السبب نقول أن هذه الآية إشارة إلى أن من اعتقد في غير الله سبحانه، من أطاع غير الله سبحانه وتعالى في تحليل حرام أو تحريم حلال فقد عبده من دون الله، لأنه أشركه مع الله عز وجل في توحيد الربوبية، لأن التشريع حق لله عز وجل وحده لا شريك له. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا من دون الله عز وجل من لا يقدر وأطاعوه في التحليل والتحريم من دون الله، إذ هو من خصائص الله وهو من توحيد الربوبية. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية للصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنهم لم يعبدوهم. قال ما قالوا الصحابة لم يعبدوهم من دون الله، فما كان الجواب؟ فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال
وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. والحديث في الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. نعم. فهذه أيضا فطاعة غير الله فيما هو خاص في التشريع، طاعة غير الله بتحليل حرام أو تحريم حلال، فهو شرك بالله عز وجل، لأن أشركت لله في ربوبيته. لا التشريع فعل. نعم. فعل من توحيد الربوبية. نعم. التشريع والملك والتدبير هذا كله داخل فيه. والحكم هذا كله من الحكم، كله داخل في الربوبية. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن من الناس من أشركوا مع الله عز وجل إلها آخر واتخذوهم من دون الله أندادا أي أشباها وأمثالا، الند والشبيه والمثيل. يحبونهم كحب الله، هنا تحتمل هذا عدة معاني، فنقول مساواة. لا يحتمل نقول نعم أندادا يحبونهم من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. صح. أندادا من دون الله بصرف عبادتهم لغير الله عز وجل، فعدة معاني لهذه المعنى. أو ساووهم مساواة، أن جعلوهم حكمهم وكلامهم وعبادتهم كحكم الله بسبب هذه المحبة، يحبونهم كحب الله. ثم بين الله عز وجل أن المحبة الحقيقية هي عند أهل التوحيد، عند أهل الإيمان، والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة أساس العمل، إذا أحببت فإنك ستعمل. المحبة أساس العمل، والمعنى كأنهم أحبوا الأصنام فصرفوا لهم العمل، وهي العبادة من دون الله عز وجل. والمحبة على أنواع، هناك نقول المحبة عموما، المحبة على أقسام ثلاث. القسم الأول المحبة لله، أن تحب لله وتبغض لله، أي وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كمال التوحيد. القسم الأول أو النوع الأول من المحبة هي المحبة لله، تحب لله وتبغض لله. تحب إنسان لأنه طائع لله عز وجل، تبغض هذا المكان لأن هذا المكان يفعل فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أي أنك علقت محبتك وميل القلب بدين الله سبحانه وتعالى، بما يرضي الله وبما يبغضه، فتبغض ما يبغضه وتحب ما يحبه، وهذا هو التوحيد بذاته. النوع الثاني المحبة الطبيعية، تحب نوع من الطعام، تحب شخص، محبة لا تنافي محبة التوحيد، يعني محبة الأولاد، محبة الزوجة، محبة الأب والأم. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها. فلذلك يعني هذه محبة طبيعية جدا فطرية. والنوع الثالث من المحبة هي المحبة المحرمة وهي الشركية، أي أن تحب شخصا، تحب جمادا، تحب أي شيء من كائن من كان، وتصرف له شيئا مما هو خاص لله عز وجل بالعبادة، من المحبة، من الرغبة، من جميع الأمور التي فيها ميل القلب أو الفعل. ثم قال وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبين المصنف رحمه الله تعالى ما المراد بالصحيح هنا، قال في الصحيح. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لم تكن له اصطلاح خاص في كتابه، يعني في كتب أهل الحديث
بعضهم يحدد بأنه إذا قال في الصحيح أي البخاري، ومسلم يميز له وفي مسلم، وكلهم له اصطلاح، إلا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا قال في الصحيح، يحتمل أنه صحيح البخاري، يحتمل مسلم، يحتمل في الصحيح أنه من الحديث الصحيحة في غيرها من السنن. ولكن هذا اللفظ الذي جاء به المصنف رحمه الله في مسلم، هذا اللفظ هو حديث مسلم. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، أي حقق القول الذي يقتضي العمل بقول لا إله إلا الله، بمعرفة معناها والبعد عن ما يخالفها والعمل بها، وبيان في الحديث نفسه أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من ضده، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أي أنه إذا قال كلمة التوحيد خالصة من قلبه فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل إن خالفه. إن خالف الأمر في باطنه وأخفى في قلبه ما لا يظهر للناس فحسابه على الله عز وجل، لكن ظاهرنا أن ذلك قد قال لا إله إلا الله وشهد بالإيمان. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي شرح هذه يعني ما ذكر المصنف الله تعالى من آيات وحديث، ما بعدها من الأبواب سيأتي تفصيلها. لكن هنا بين أن المراد بهذا الباب عدة أمور. الأمر الأول أن المراد بالتنبيه على أن المراد بالتوحيد هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو توحيد الألوهية، وبيان الفائدة الثانية أن توحيد الألوهية أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من ضده، فلا يجتمع إيمان وشرك بالله عز وجل. وأيضا بيان يعني الفائدة الثالثة أن من أطاع غير الله عز وجل فيما هو خاص لله عز وجل في التحريم والتحليل فهو قد وقع في الشرك، لأنه شرك بالله في ربوبيته. يعني هذا خلاصة هذا الباب. ثم قال: فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. تفسير التوحيد وأن العبادة المراد بها الألوهية، والشهادة هي تعبير عما يتيقنه الإنسان في قلبه، فقول أشهد أن لا إله إلا الله ينطق بلساني معتقدا بها في قلبي بأنه هو الله لا إله إلا هو سبحانه. ثم قال: ومنه آية الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، أنك عبدتموهم من دون الله عز وجل، وما عبدتموهم من الصالحين هم فقراء الله عز وجل، فمن هو أقرب؟ نعم، فمن هو الأقرب؟ الصالحين أم الله عز وجل؟ ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يأمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحد، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم، أي أنهم لم يعبدوهم من دون الله، لم يسجدوا، لم يركعوا، لم يذبحوا، لم يصلوا لهم، وإنما أطاعوهم فيما هو خاص لله عز وجل في التشريع. فمن أطاع العلماء والعباد في ما يغضب في معصية الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل، لأنه وقع في ماذا؟ في الشرك الربوبية وهو التشريع، كأنه شرع في دين الله عز وجل. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون الذي فطرني. وهذا بيان الأنبياء إمام الموحدين يتبرأ من الشرك ومن أهله ومن لو كان أقرب المقربين إليك. فاستثنى من المعبودين ربه إلا الذي فطرني، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة
هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الله عز وجل، يرجعون يتوبون يتركون ما هم عليه من الشرك. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنه هذا في نفس آية المحبة والذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين إلى أن قال وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبونهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ لأن من فساد الشرك ومن فساد التعلق بالقبور خاصة أن الإنسان يغفل أن هؤلاء الذي فسدت فطرتهم تجدهم في غفلة تامة عن الله. تقول الله عز وجل يقول فإني قريب قل يا عباد الذين أسرفوا على وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الله عز وجل يقول لك أنا قريب وأجيب دعوته، وهو يقول لا أذهب إلى هذا. وتجده لا يرضى، لو حلف بالله لكان يعني شيء هين عليه، لكن لو حلف بهذا المقبور يأتي كلمة ابن مسعود رضي الله عنه نعم. لا نحلف هذا أثر عن ابن مسعود هذا القول أسأل بالله كاذبا خير من أحلف بغيره أحلف بغير الله أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغيره صادقا. نعم. لذلك يعني هذا الفرق أن المعصية تحت المشيئة، لكن هذا الثاني كفر بالله عز وجل، خروج عن دين الله عز وجل. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله، الكفر بما يعبد من الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. وصلى الله على نبينا محمد. هذه التشريع أبو طيب أيوه يستدلون فيها التكفيريين الحين أيوه في مسألة التشريع العام. نعم هذا يدخل التشريع، يعني الحين التشريع العام هذا هو يقول خلاص يشرع من ود الله كافر. لا عندنا الآن التفصيل، هذا الذي شرع هل جعل هذا التشريع كتشريع الله ساوى؟ هل الذي شرع تشريعا هل جعله أفضل من شرع الله؟ يسأل في هذا يحتاج تفصيل إقامة حجة، ما على إطلاقه ليس كل من شرع كفر. نقول له أنت الآن تشريعك هذا اتق الله ارجع إلى صوابك، لكن إن اعتقدت بأن تشريعك أفضل من شرع الله أنت كافر. لو اعتقدت بأن تشريعك مثل شرع الله فأنت كافر. لكن لو كنت يعني قد يكون هذا شغل متأول، قد يكون عنده شبهة جاهل هناك موانع. لذلك لا يكون تكفير إلا بقيام الحجة وانتفاء الموانع. نعم لابد أن تقام الحجة على الشخص، والجهل حجة مانع للتكفير، والشبهة حجة، والتأويل لو كان متأولا لأمر ما أيضا حجة. لذلك يعني لما جاء أثر ابن عباس قال لما قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنبه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر
دون كفر. وإن ظاهر الآية ماذا؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهي مسألة كبيرة يعني وطويلة. ما خلص هذه مسألة فيها تفصيل.